ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا بقى النهارده الفطار بتاع النهارده عملنا كده ورق عنب طبعا. بصوا الورق العنب اليومين دول مش حلو قوي، تمام؟ يعني مش عارفه ده ورق عنب ده ولا ورق فراوله ولا ورق ايه، مش عارفه. بس مش حلوة قوي يعني لدرجة انتوا فاهمين، لسه يعني محلوش. فانا جبت كده يعني ربع كيلو كده على قدي، وابتديت بقى ان انا اجيب كيس كده كنت معايا، كنت مخزنه السنة اللي فاتت في زي اليومين، زي برضو بعد رمضان تقريبا اللي فات وكده، كنت مخزناه. بصراحة كان تحفة جدا جدا. تمام. انا بشيله على طول في المية السخنة كده، وبشيله واحطه على طول، يعني ما بياخدش وقت، يدوبك بس بيغير لونه كده اللون الاخضر، وبعدين بشيله على طول. حلو جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم الورقه احلى من الورقه الطازه دي بكتير. هنيجي بقى نعمل الخلطه. بصوا بقى النهارده يعني ايه، يعني مش هنعمل مع بعض كل حاجه بالظبط، ولكن ايه يعني انتوا فاهمين، انا بوريكم الفكره. اهم حاجه طبعا تضغطوا لايك على الفيديو، اهم حاجه تضغطوا لايك على الفيديو، واعملوا اشتراك في القناه، وقولوا بتتابعوني من انهي بلد، والنهارده فطرتوا ايه. قولوا لي بقى في التعليقات كده، ادوني افكار للفطار. انتوا فطرتوا ايه النهارده؟ اكتبوا لي دلوقتي لو انت بتتفرجي عليا دلوقتي، اكتبي في التعليقات دلوقتي انت فطرتي ايه النهارده. تمام. طبعا هنا كنت مصلصه بقى طبعا طماطم في الفريزر، طلعتها على طول. يا لهوي، انجاز انجاز يا جدعان، انجاز والله العظيم. حطيت بقى كل البهارات اللي عندي، وسبتها مع نفسيتها لحد ما اتسبكت. تمام. هنيجي بقى هنا نسلق الفراخ اللي احنا كنا متبلينها قبل كده ومفرزينها، يعني اصلا على الحل على طول. يا دوبك بس سبتها كده ايه يعني، تفك نص فك. ماشي. نص فك ولا ايه نص فكه دي؟ المهم سبتها تفك شويه كده، وبعد كده حطيت طبعا بالتتبيله بتاعتها بكل حاجه، ونزلت عليها ببصل وطماطم وجزر، ونزلت عليها كده بفلفل اسمر وملح وورق لوري وحبهان وكده، يعني انتوا فاهمين. ظبطتها وحاطه ميه تغلي. تمام. اهم حاجه لازم الميه تكون مغليه. تمام. بس كده هسيبها بقى تتشلوح مع نفسها. تمام. مع الحاجات دي كلها طبعا حطيت كل التوابل وكل البهارات دي. تمام. وهي اصلا متبله قبلها في الفريزر، فطعمها كان فظيع فظيع. دلوقتي هنا بقى بعمل تعصيجة اللحمة المفرومة. بصوا بقى اللحمة المفرومة دي على فكرة مش بلدي، ماشي؟ عشان في ناس بتقول لا مش بلدي، على فكرة مش حكاية ان انا بتباهى انها مش بلدي وكده، لا. بصوا يعني في لحمة برازيلي حلوة جدا جدا جدا، فوالله العظيم قسما بالله تحفة قوي قوي في اللحمة المتعصجة والله. اللحمة المفرومة اللي هي البرازيلي دي الكيلو منها تقريبا ب 300 جنيه، يعني هي برضو مش رخيصة يعني، بس هي ب 300 جنيه وكده. انا بجيب نص كيلو ب 150، والله العظيم بتعمل لي لحمة عصاقة طعمها سكر كده، والله طعمها حلو قوي. بحط عليها البصل، وبحط عليها البهارات، ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وسبع بهارات وكده. بحط عليها البهارات، بتبقى تحفة جدا جدا والله، بتبقى ريحتها وطعمها جنان بجد. بسيبها كده بقى تتعصج مع نفسيتها. هتشوفوا دلوقتي شكلها عامل ازاي، مش منزله دهون كتيره ولا اي حاجه خالص. وطعمها حلو، طعمها تحفه بجد. اهي بصوا اللحمه المتعصجه اهي، ولحمه برازيلي على فكره ويعني مش لازم بقى نجيب لحمه بلدي كل شويه متعصجه وكده. على فكره اللحمه البرازيلي برضو يعني حلوه بجد، حلوه بجد. هنا كنت عملت الخلطه، وكنت حشيت الورق عنب. بصراحه انا مش وريتكم الورق عنب وانا بحشيه، ماشي؟ عشان انا خلاص كنت ظهري خلاص. تمام. ورق عنب ده فظيع في حشيه، يعني صعب، اصعب من اي حاجه في الدنيا. هنا الكوسه طبعا قورتها، وابتديت ان انا احشيها وكده. تمام. مش هتاخد برضو وقت معايا في الحشو وكده. على فكرة انا كنت بعمل الاكل ده كله الساعة 4 الساعة 4 قبل الفطار بساعتين، والله قبل الفطار بساعتين. قمت على طول بعد ما حشيت بقى الكوسة والورق العنب، ابتديت بقى ان انا اجيب بقى لفة الجلاش. لفة الجلاش دي يا جماعة بتتباع عند بتاع الكنافة، ماشي؟ عشان في ناس كتيرة قوي قوي سألتني انت بتجيبي الجلاش ده منين. من عند بتاع الكنافة، ماشي؟ بيبيعوا عند بتوع الكنافة من واحدة بتبيع ملتزمات اللي هي الحاجات الأونلاين. بيبقى حلوة قوي بلدي كده، واللفة تقريبا مش عارفة بكام، والله مش عارفة. أنا جوزي هو اللي جايبها، معرفش بقى بجد.
هي بكام. بس بين كل 3 رقات كده باحط إيه، سمنة بلدي طبعًا، سمنة بلدي دي في رمضان دي أساسي عندي، ما اقدرش استغنى عنها كده، بتخلّي الأكل طعمه تحفة. وعندِك زبدة برضه هيخلّيه تحفة برضه، زبدة أو سمنة أو كده، أي سمنة. المهم يعني هابتدي إن أنا أحط الخلطة بتاعتي اللي هي إيه، لحمة متعصجة، وأحط كان عندي إيه شوية جبنة موتزاريلا في الفريزر، وفاض كمان لحمة اللي بيفيض كمان مني من اللحمة المتعصجة دي أنا باحطه في كيس باحطه في الفريزر، تمام. أما محوشة كيس كمان هابقى أعمل بقى مكرونة بشاميل بقى بيهم، تمام. هنا عندي بقى جبنة موتزاريلا كده، هابتدي كانت مجمدة في الفريزر، تمام. نسيت أطلعها قبلها شوية، بس مش مشكلة، جبت طبعًا سكينة وقعدت أقطّع كده لحد ما اتقطعت كلها واتعملت، وبعد كده لفيت بقى صينية الجلاش بتاعتي. أهم حاجة في ناس كتيرة أوي، أوي، أوي بتقول لي صينية الجلاش معايا ما بتستويش، يعني بتعجن مني في الفرن، أو ما بتستويش يعني من النُص، تمام. بتبقى مستوية من تحت ومن فوق، ما تستويش من النُص. أهم حاجة يا جماعة إنِّك أنتِ تدّي تشميعة كده لل للجلاش قبل ما تسقيه باللبن والبيض أو الشوربة أو أيًا كان يعني، أهم حاجة. بتخلّي كمان معاكِ الورق أصلًا يعني مستوي وخلاص، ويعني مش معجِّن كده، حاجة مش معجِّنة، وفي نفس الوقت كده تحسّي إن هي يعني مقرمشة، وفي نفس الوقت طرية كده من جوّه، فاهمين؟ حاجة كده حلوة، تمام. أهم حاجة إنِّك أنتِ تعصّجي سوري، تشمّعي كده الجلاش، تمام. 5 دقايق كده، أو بُصّوا أنا بعد كده سمنة هاقطّعه، تمام. هاقطّعه بقى زي ما أنتم عايزين مربعات، أي حاجة، تمام. هاقطّعه بقى وأبقى مشغّلة الفرن من تحت بس، من تحت بس، 5 دقايق بس. أنا عايزة الجلاش يتشمّع، عايزة الجلاش أحس إن هو مستوي كده، ماشي، من غير ما ياخد أي حاجة لون ولا أي حاجة. وبعد كده هاسقيه بقى باللبن والبيض ورشة فلفل أسمر كده وملح، بس كده. وهتدخليه الفرن تاني وهتولعي الشواية آخر 5 دقايق بس، بس كده. هو ده الجلاش يا جماعة، وهيطلع معاكي تحفة. هنا الورق العنب بعد ما طبعا عملته ما شاء الله عليه، بصوا يعني أنا عاملة حلة معتبرة هتقضينا كام يوم يعني. المهم تحفة قوي، أنا بحب ألفه يعني، بصوا صغنن ازاي، والله أصغر من كده بس مش عارفة الكاميرا مكبراه كده ليه. المهم عملت كمان الكوسة، ولسه ما دخلتش صينية الجلاش، وهادخل صينية الجلاش وهاسقي بقى المحشي عشان خلاص فاضل، يعني ما فاضلش على المغرب كتير يعني. كنت حاشية طبعا المحشي ده قبل يعني الساعة كام؟ كانت الساعة 2 الساعة 3 حاجة زي كده والله العظيم. يعني الحمد لله ربنا وفقني وخلصت قبل الأذان بربع ساعة ربنا وفقني الحمد لله. هنا طبعا يعني بحط الشوربة، بصوا الشوربة يعني أهم حاجة إن الشوربة إيه ما تتعداش الصباع، تكون قد الصباع كده، يعني تكوني شايفاها كده من الراس الأولاني. يحط طبق تقيل وتسيبيه بقى عنها مع نفسه، أول ما يغلي غلوتين كده تقومي مهدية بقى النار. هنا الكوسة عشان بتنزل ميتها، فأنا يعني مش هسقيها كتير، تمام. هتسقيها شوية صغيرين كده، وبعد كده ايه تسيبها بقى مع نفسيتها. هنا كنت بعمل عصير مانجا طبعا، يعني كنت المانجا دي مخزناها السنة اللي فاتت برضو في الفريزر. كل موسم يا جماعة في حاجة كده تخزنوا الحاجة، والله العظيم بتنفع جدا، والله بتنفع قوي قوي قوي. طبعا المانجا كانت متلجة في ايدي وايديا خلاص مش قادرة امسكها حطيت عليها سكر طبعا، اهم حاجة كيس السكر خلص، ماشي. وقمت ايه ضربا بقى، وبعد كده بصفيها، يعني بعملها بقشرها وبعد كده بصفيها. ده اللي خلي ده بقى سر قوام يعني تقل قوام عصير المانجا من القشره بتاعتها، والله العظيم وتحديكي. هنا كنت بعمل لسان العصفور، وطبعا حاطه عليه شوربه. شفتوا بقى انا شاطره ازاي، عملت كل حاجه في وقت واحد، ما شاء الله عليا، ما شاء الله عليك يا بنت مش عسل وشاطره من يومك والله العظيم، عسل عسل عسل. المهم حطيت هنا صينيه الجلاش تتشمع زي ما قلت لكم 5 دقايق كده، وبعد كده حطيت بيضه، وحطيت يعني كوبايه لبن، وحطيت بقى ملح وفلفل وقلبت كويس وبس، تمام. اول ما تطلع صينيه الجلاش بعد 5 دقايق تسقيها، وبعدين تحطها تاني طبعا تحت برضو تكوني مولعه من تحت بس. هنا هنحمر بقى الفراخ،
احمرها بصراحه، يعني بحب قوي قوي الفراخ المحمره جنب المحشي بصراحه. هقوم محمراها كده، بقى لو في ملوخيه بس ما كانش عندي. المهم يعني، فطبعا صينيه الجلاش خلاص هطلعها كده وهسقيها. ابصوا اهي عامله اكنها مستويه، دي بقى تخليها من النص كده معاكي تستوي، وتكون من الحروف كده مقرمشه بجد. الحركه دي فظيعه. عايزه تحطي جبن بقى، عايزه تحطي مش عارفه ايه على الوش براحتك، بس انا ما بحبش احط حاجه. هو كده بس وبتطلع زي الفل. شايفين الصينيه عامله ازاي؟ طالعه زي العسل. والله العظيم الريحه والطعم كان جنان. وطبعا الفراخ المحمره، هنصب العصير الاول، وبعد كده طبعا نشوف بقى ورق عنب بقى والكلام ده. شايفين بقى سر كمان؟ بصوا العصير، عصير بصوا، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي قوي، حاجه كده مظبوطه، مظبوطه جدا. صب بقى العصير، وعملت كمان تمر، عصير تمر اللي هو عارفين التمر اللي هو المجفف ده، انا بحبه. انا بحب يبقى ميزز كده وطعمه تحفه، انا بحبه. هنا بقى المحشي طبعا استوى. بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، يا لهوي فظيع. انا بجوعكم ولا ايه؟ انا بعمل فيديو ده، انا بسجل الفيديو ده وانا صايمه، انا جوعت. المهم هنغرب بقى طبعا الورق العنب استوى، ويعني يا لهوي على ريحته فظيعه. طبعا الورق العنب ده مش هناكله في يوم واحد يعني، انا عاملاه لكذا يوم، بحس ان انا مش عايزه اعمل تاني محشي ورق عنب الشهر ده خالص. خلاص حرمت اعمل ورق عنب تاني بجد. ظهري خلاص. طبعا غرفت كمان البتاع اسمه جلاش، وغرفت كمان هنا الكوسه. الكوسه كانت طعمها مسكر قوي بجد. يعني بفتكر طعم الاكل والله العظيم بفتكر. ولسان عصفور بقى. وشايفين الجلاش، شايفين الجلاش عامل ازاي؟ مقرمش كده من فوق وطري كده من جوه. لا حاجه كده عظمه، عظمه بجد. انا مش بعظم في نفسي والله، انا عارفه ان انا يعني عسل وشاطره من يومي بجد، بس مش غرور والله. بس انتوا لو دقتوا بجد يعني هتقولوا اكتر من كده. ماشي. شايفين بقى الجمال. وطبعا عصير، انا نفسي قوي في عصير دلوقتي، عصير تمر. بجد التمر ده كان عايز تلج بقى، كان عايز حبة تلج كده. التمر ده ما يتشربش لا ساقع، هو والكركديه. عصير الكركديه وعصير التمر ده فظيع. طبعا تعالوا اتفضلوا معانا، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم.